أهلا بكل متابعي شروق نت في كل مكان في نشر الأهم وآخر الأخبار. معكم فرح شريف وإلى أهم العناوين. رئيس دفاع النواب يعدل في قانون الجنسية المصرية ويساوي فيه الحقوق بين الرجل والمرأة. الغرفة الهندسية افتتاح مصنع لإنتاج مكونات السخان الكهربائي باستثمار 8 ملايين يورو. ساعات العمل في رمضان بالتشريعات العربية أبرزها السعودية 5 ساعات. أكد أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن تعديل قانون الجنسية المقدمة من الحكومة جاءت في إطار النصوص الدستورية التي تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، كما أنه يأتي طبقا للمواثيق الدولية التي تنص على حقوق المرأة، وأيضا نفاذا لحكم المحكمة الدستورية معلنا موافقته من حيث المبدأ على القانون، خاصة وأنه منح الزوجة المصرية الحق في منح أبنائها التمتع بالجنسية مساواة مع الرجل فيما يتعلق بهذا الأمر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. وأضاف العوضي أن التعديلات الجديدة منحت الأجنبي الذي يمتلك عقار في مصر حق التمتع بالجنسية المصرية، وهذا تشجيعا للاستثمار وهو أمر مطبق في العديد من الدول. أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اهتمام المصنعين بتوطين الصناعة المحلية بنسب أكبر من خلال إنشاء مصانع متخصصة في توفير مستلزمات إنتاج الصناعة. رصد موقع برلماني متخصص في الشأن التشريعي والنيابي في تقرير له تحت عنوان ساعات العمل في رمضان بالتشريعات العربية، استعرض خلاله عدد ساعات العمل في رمضان في عدد من الدول العربية حيث تختلف من دولة إلى أخرى، وأبرزها المشروع المصري الذي لا يزال يحتفظ بعدد ساعات العمل في رمضان لتصل إلى 8 ساعات ويتم تقليلها إلى 6 ساعات ولكن بشكل ودي وليس قانوني، بينما الإماراتي بيصل عدد ساعات عمله في رمضان ل6 ساعات والسعودي ل5 ساعات، وخبير يوضح ساعات العمل في 7 دول عربية. والآن أصل معكم إلى نهاية النشرة الإخبارية وشكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.